الشكر الجزيل الموصول إلى الأستاذ الدكتور نهاد القاسم والأستاذ الدكتور إبراهيم الجرحي وفضيلة الإمام الشيخ أحمد جابر والأخ عمرو عبد الباقي والأستاذ جابر المنصور والمهندس عاطف مرزوق والأستاذ طارق المكارم والشيخ محمد عزيز والأستاذ عمر الشيخ والكابتن تومي مشجع الدرجة الثالثة. لا مش مشجع. الموضوع في الحقيقة احنا يعني شفت الكابتن توني عامل شغف في المدرجات. الحقيقة انه الوضع السياسي وضع مرهق جدا والمشهد السياسي مشهد معقد الى درجة كبيرة، واحنا ما في حد في مصر يقدر يقول احنا رايحين على فين بالضبط. عندنا مشكلة، عندنا 3 ملفات أساسية في مصر، الملف السياسي والملف الاقتصادي والملف الأمني كلهم داخلين على بعض. عندنا مشكلة من الثورة لحد دلوقتي تم تخفيض تصنيف مصر الائتماني 6 درجات، وده طبعا بيأثر تأثير سلبي على مجمل الأوضاع الاقتصادية في مصر. من يومين أو 3 تم تخفيض 5 بنوك مصرية للمستوى الائتماني، وده بيأثر على قدرة الحكومة في الاقتراض من البنوك المصرية لسداد مرتبات الموظفين. طبعا شايفين تآكل الجنيه المصري امام الدولار، عندنا مشاكل كبيره. البعض بيسال طب ليه المشهد الاقتصادي المرتبط بالمشهد السياسي ليه هذا التخفيض في التصنيف الائتماني؟ يقول لك لانه لما حل مجلس الشعب تم التخفيض، لما الناس راحت على الاتحاديه تم التخفيض، لما نزلوا على المترو وقطعوه تم التخفيض. الناس مش منتبهه ان هي يعني اصابتنا علم الاجيال السابقه لما ربنا سبحانه وتعالى على بني اسرائيل قال يخرجون بيوتهم بايديهم. انا ممكن اختلف سياسيا، اختلف سياسيا زي ما احنا عايزين، ان في اقصى الشرق ولا في اقصى الارض، لكن ان نخرج هذا الوطن، ان ندمر هذا الوطن الذي نحيا فيه وتحيا فيه الاجيال، دي مصيبه. الناس مش مدركه ان الجائعون على الطريق، لانه المساله الاقتصاديه مرتبطه جدا بالمساله السياسيه، وطبعا الملف الامني مرتبط بالاثنين. وعندنا ربنا يستر في يوم 9/3 وعندنا الجماعه في بورسعيد المستقبلين اللي بيروحوا عند منفذ الرسوة ويقطعوا الطريق على الناس اللي داخلين على المصانع. البلد فيها حاله ارتباك، في حاله سوريا سياسيه في القرار، عندنا مشكله كبيره جدا. انا بتكلم لان انا شايف في القاعه الحمد لله نسبه كبيره جدا من الشباب اللي انا واثق ان هم هيشيلوا على عاتقهم هذه المساله. احنا ورثنا ميراث تقيل جدا جدا لا ننكر من النظام السابق. انت لو تعرف ان احنا عندنا 22,000 مستشار، 222,000 مستشار بياخدوا في الموازنه 18 مليار. مفيش حد يقدر يشيلهم بجرة قلم عشان ما حدش يحمل الحكومه الحاليه المسؤوليه. عندنا 222,000 مستشار بياخدوا 18 مليار، دول ما لهمش اصلا، دول ناس كبيره وعدوا 60 سنه وبياخدوا معاشات، وفي مستشار بيشتغل في وزارتين وحاج الحاجه وجاب عربيه وجوز العيال والبنات وقاعد في شقه ايجار قديم وبياخد. عندي 100,000 موظف بيتقاضى 100,000 جنيه وانت طالع لمليون جنيه. عندي مشاكل ورثناها عن الاداره السابقه. احنا عندنا مثلا الدوله دي مصر دي دوله عظمى جدا، يعني تتخيل ان انت عندك مصر عندها 187 سفاره، امريكا عندها حاجه 90 سفاره، انت عندك 187 سفاره في سفارات في دول ليس فيها مصري واحد، فيها مخصصات سفير وملحق ومش عارف ايه وقصه وحارس وحقيبه دبلوماسيه جايه. عندك ميراث ثقيل جدا، عندك تعليم مختلف تماما. عندنا فصول في الجيزه بيصل فيها معدلات الاطفال الان كثافه الفصول الى 100 وشويه. الطفل المصري بيولد ذكي جدا جدا، واطفالكم انتم شايفينهم في مراحل العمر المختلفه لحد 6 سنوات طفل مفتقد الذكاء وبيرهق ابوه وامه في الاسئله ولماح جدا ويسمع الحوار ويعيده تاني، يا دوب بس يدخل مدرسه ما تعرفش ايه اللي بيحصل. انت بتسجده ليه هو دخل مدرسه؟ عارفين الحديث السياسي دايما حديث شادد، وعارفين قصه تامر ده كان ولد مشاغب جدا جدا وما بيروحش المدرسه، وامه كل يوم تصحي الصبح ما رضاش تروح المدرسه. فالمدرسه امه راحت للمدرسه تلاقي الولد يعني تعبني خالص وما رضاش يجي المدرسه وبيصحى متاخر من النوم وكده، فانت لا ولا يهمك سيب الموضوع ده عليا. فحكت حكايه للاولاد جميله قوي، قالت لهم يا اولاد كان في عصفورين جمال، العصفور الاولاني بيصحى بدري والعصفور الثاني كسلان ونايم، فالعصفور اللي بيصحى بدري بيطير فلقى دوده كبيره كلها،
فرجع شبعان، العصفور الكسلان رجع قاعد يدور ما لقاش اكل. فهمت يا اولاد؟ قالوا فهمني يا ابله. قالوا فهمت يا ثابت؟ قال اه. قالوا فهمت ايه؟ قال فهمت يا ابله ان الدوده اللي بتصحى بدري بتتاكل الاول. هي مساله كده يعني، مساله اطفالنا اذكياء جدا، لكن المشكله جدا بيدخل طول النهار بتقول له قال الارنب قال الارنب قال الارنب، بقول انا بيتكلم هو شايف الارنب ما بيتكلمش. عندنا مشاكل في كل حاجه، في التعليم مشاكل، في الاقتصاد مشاكل، في السياسه مشاكل، عندنا جمله مشاكل. احنا بنقول ان احنا الحياه الحزبيه المفروض تثري هذا العمل. انا قلت يمكن من شويه، قلت يا جماعه يعني حرام، البيت قايل للسقوط، المنزل قايل للسقوط، واحنا جوه عمالين نتخانق على الغرف. طب يا جماعه الخير لو البيت سقط مش هنلاقي غرف مسكونه، مش هنلاقي غرف مسكونه. فخلونا نرمم البيت الاول وبعدين نتخانق براحتنا. يعني العقلاء بيعملوا كده، لكن التجاذب السياسي موجود في المجتمع الان تجاذب خطير جدا. المواطن انت وانا والمواطن مش مهم عنده الماده 213 ولا 219 ولا تحط رقم 3 ولا رقم 5 ولا الحقوق للمراه ولا القصه البطوله دي، هو عاوز يرجع بكيس خبز، بكيس فاكهه، بحبايه دواء، معاه تجيبه فلوس تامن له الطريق يركب مواصلات، عايز يتحرك بشكل امن. مش مهم ابدا الكلام الجميل المنمق في الصالونات والغرف المغلقه، لازم عين الساسه تبقى على المواطن بيقدموا له ايه؟ احنا بنتخانق على ايه؟ بنتخانق على ايه؟ كل حاجه فيها مشكله عندنا، بنتخانق على اللي بيشيل الان الله يكون في عونه، لانه ده التاريخ هيكتب له او يكتب عنه، اللي بيشيل الان بينتحر. لكن احنا النهارده جايين بنقول لكل منظمات المجتمع المدني وكل اخواننا اللي حاضرين معانا، انا سعيد ان انا كل تقريبا القوى السياسيه ممثله في هذه القاعه الان، وسعيد ان احنا اسمنا اسم حزب الوطن، نجمع الجميع ونشارك في نهضه هذا البلد. مصر يا اخوانا بلد عظيمه كبيره، محدش عارف قيمتها، احنا مش عارفين قيمتها، الناس كلها عارفه قيمتها، احنا اللي مش عارفين قيمتها. مصر دي الدوله التي تعرفت فيها الجغرافيا والتاريخ، مصر فيها موارد. انا بقول لكم في الحقيقه لو يعني اخلصنا النيه وتركنا هذا النزاع السخيف الذي ليس له معنى على المقاعد، الشعب ده في غضون 5 سنوات هيبقى من اسعد شعوب الارض. انت ناقصك ايه؟ عندك 3300 كيلو متر مربع من الميه، المغرب بتأجر شواطئها لاسبانيا ب5 مليار دولار عشان تصطاد فيها، وانا عندي مشكله في الصيد. المراكب في رشيد وفي كفر الشيخ الناس مهدده بالدخول السجن لانه مراكبهم مصادره في جيبوتي تحت ومصادره فوق في ليبيا، ومش عارفين يصطادوا، مراكب مهترئه جدا جدا، ومش عارف انمي الثروه السمكيه. عندي بحر ابيض واحمر ونهر النيل وبحيرات 5 تغطي افريقيا كلها سمك. انت ايه اللي ناقصك؟ عندك هواء تقدر تولد منه طاقه، عندك 360 يوم شمس في السنه تقريبا، الكل بيحسدك، عندك رمله سيليكون، عندك طفله بتبيعها بكام من سنه 50 لحد دلوقتي؟ بتبيعها بكام؟ متر الرمله يتباع ب 2 جنيه، الحكومه بتاخد منه 2 جنيه. عندنا ثروات ضخمه جدا جدا في البلد، لكن المشكله كلها ناقصنا حاجات معينه، ناقصنا رؤيه. لابد للذي يحكم هذا البلد ان تكون له رؤيه، ماذا يريد من مصر وماذا يستطيع ان يقدم الى مصر. ناقصنا رؤيه حقيقيه، وناقصنا إرادة لتحقيق هذه الرؤية، وناقصنا إدارة لتحقيق هذه الإرادة، ناقصنا إن احنا نزرع الحلم. الناس عندها حالة اكتئاب وحالة قنوط وحالة يأس من بكرة، لا، لازم نزرع الأمل. أكيد في نهاية النفق ضوء هيبصر للمصريين إن شاء الله لما نتكاتف شهر السنوات. أما الجماعة اللي جايين بطيارات من بره ويعني يا خربت يا 2 عور وبعدين هيسيبك ويمشي وهو اصلا ما كانش معاك قاعد، ارجو ان الناس دي يعني يتقوا الله في الشعب ده والبال. امشوا وسط الناس في الشوارع، يركبوا المواصلات، شوفوا الناس على المقاهي، الناس تعبانه، الناس مش مهم ابدا انت بتتكلم ازاي ولا بتفكر فيه، المهم في النهايه ان انت توفر له حياه كريمه هو يستحقها. انا نفسي ما بقاش في مصري بره في الخارج، نفسي حقيقه وانا استطيع، نفسي ما بقاش في مصري بره الخارج. النهارده كان عندنا مؤتمر في الزراعه، احد الاساتذه قدم مشروع، قال المشروع ده لوحده بس هيوظف 7 مليون، مشروع لوحده مش هيكلف الدوله مليم، هيوظف 7 مليون، مش هيبقى عندك بطاله. نفسي ما حدش يبقى خايف من بكره. كلنا للاسف الشديد يا اخواني بنقول قبل ما ندخل البيت وننام
مين جاب العيش؟ مين هيجيب العيش الصبح؟ الخبز الناس بتسميه خبز، احنا بنسميه عيش. يقول لك مين هيجيب العيش الصبح؟ مين يا اولاد اللي هيجيب العيش؟ ولما الولد يجيب بجنيه عيش الصبح يبقى حقق انتصار كبير جدا، والاسره امنت في هذا اليوم ان هي جابت بجنيه عيش. احنا المفروض نعيش حياه احسن من كده، لان احنا نستحق ان شاء الله ان احنا نحيا حياه احسن من كده، لان بلدنا عظيمه وبلدنا كبيره، وانا واثق ان مصر ان شاء الله ان شاء الله الاسلام والمسلمين والاهل هذا البلد. النيل بيجري في مصر مطمئن من آلاف السنين، وسيجري النيل الى ان يشاء الله، مطمئن ايضا الى ان يشاء الله. النيل بيجري ومصر ستنتصر باراده المصريين باذن الله وعزاء المصريين. طول ما في رجاله بيحملوا هم الامه، وطول ما في شباب بيحملوا هم الامه، انا واثق من النصر. هتقابلنا عقبات، هتقابلنا عقبات. في قوه خارجيه وداخليه بتتآمر على هذا الوطن، في قوه خارجيه وداخليه بتتآمر على هذا الوطن، لانهم عارفين تماما ان هذا الوطن لو قوي وقويت شوكته انا تاج العلاء في مفرق الشرق، ودراته فرائض عقدي. ان مجدي عظيم في الولايات، من له مثل ولاياتي ومجدي. انا ان قدر الاله مماتي، لا ترى الشرق يرفع الراس بعدي. ما رماني رام بسوء وراح سليما، من حماتي عناية الله جندي. اقول ما اسمعه وذاته